السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بألف خير. انا هاجر. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكم كل حاجة جديدة. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الجمبري والجندفلي وكمان رز الصيادية بطريقة الاسكندرانية الجامد جدا جدا. الجمبري والجندفلي والحاجات دي مهم ان احنا نغسلها كويس جدا ونحط عليها ليمون علشان تكون كويسة معانا. كمان الجمبري بيكون فيه الكيس الرملي، ممكن تخلوا المحل اللي بتشتروا منه السمك هو ينضفه لكم ويشيل لكم الكيس الرملي ده، وممكن كمان ان انتوا تعملوه في البيت الاسهل ليكم. انا في اغلب الاوقات بخلي الراجل هو يشيلهولي واريح دماغي منه، بس هو شيله بسيط جدا. لو هتعملوه في البيت مفيهوش اي مشكله خالص. الجندفلي تقريبا نفس الخطوات بالظبط، بس الجندفلي بيكون فيه رملة اكتر شوية من الجمبري، فلازم نغسله كويس جدا لحد ما المية تكون صافية. وبعد كده برضو بنحطه في مصفى ونحط عليه عصير ليمون ونسيبه برضو شوية. في حلة على النار هننزل بشوية من الزيت وعليهم بصل نكونوا فرمينه ناعم. هتلاقوا كل المقادير بالظبط موجودة في صندوق الوصف، ما تنسوش تبصوا عليها. وعليهم معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وهنقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما نبدأ نشم ريحة الثوم. وننزل عليهم بطماطم متقطعة حتت صغيرة وكمان فلفل كوبي. ممكن كمان تزودوا فلفل حامي لو عايزين الجمبري يكون سبايسي، او ممكن لو مفيش فلفل حامي تزودوا شطة، فدي حاجة زي ما انتوا حابين. لكن الحاجات الأساسية اللي هنحطها ملح وكمون وكزبرة وفلفل اسود. بعد ما قلبنا كل ده مع بعض هننزل عليهم بالجمبري بعد ما كنا سيبناه يتصفى كويس. مهم جدا في الجمبري واحنا بنعمله ان احنا ما نقلبوش بالمعلقه كتير، نقلبه بالشكل ده كده في الحله. هو هيتقلب معانا كويس جدا. هنسيبه على النار لحد ما ياخد معانا اللون الاورنج ده، مش هياخد اكتر من 5 دقايق. الجمبري سهل جدا جدا في عمايله وما بياخدش وقت خالص. هو وانس ان هو اخد اللون الاورنج ده مش هيحتاج ان انتوا تعملوا فيه اي حاجة تاني، هو كده يعتبر استوى. ممكن تقدموه بالشكل ده، وممكن تزودوا مية سخنة لو عايزين تعملوا شوربة حلوة كده من الجمبري. واخر حاجة بعد ما نضفي عليه هنزود بقدونس مفروم ناعم وعليه عصير نص ليمونة، وبس كده الجمبري يكون جاهز معانا. زي ما انتوا شايفين الجمال، شكله تحفة جدا وطعمه كان يجنن. طريقته بسيطة زي ما انتوا شايفين. ندخل بقى على الجندفلي، برضو طريقته بسيطة جدا. هننزل برضو بشوية من الزيت وعليهم بصل مفروم ناعم. هتلاقوا برضو مقادير كل حاجة في صندوق الوصف، ما تنسوش تبصوا عليها. وعليهم معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وننزل عليهم برضو بالطماطم والفلفل الكوبي، وهنقلب كله كويس جدا لحد ما يتبالوا كده مع بعض ونشم ريحة الثوم. عايزه اقول لكم ان انا الجندفلي ده كنت اغلب الاوقات بجيبه جاهز من بره، بس لما بدات اعمله في البيت هو والجمبري والحاجات دي كنا دايما بنستسهل واجيبها جاهزه من بره، اللي هو اليوم اللي هناكل فيه سمك نريح دماغنا بقى وما نعملش حاجه خالص في البيت. لكن الحاجه لما بتتعمل في البيت فعلا طعمها بيكون مختلف خالص عن اللي بتتجاب جاهزه، سواء السمك او غير السمك. لو جربتوا تعملوا اي حاجة، مهم ان انتوا تظبطوا بس المقادير بتاعتها وتظبطوا كل حاجة، هتطلع فعلا معاكم انضف من بره بكتير. لو انتم متفقين معايا في الموضوع ده ياريت تكتبولي في الكومنتات، اكتبولي ايه الحاجة اللي فعلا جربتوها من بره ولقيتوا ان هي في البيت لما بتتعمل انضف واوفر كمان. انا كده حطيت الجندفلي وقلبته كويس في الخلطة اللي احنا عملناها. هنسيبه بقى على النار لحد ما يبدأ يفتح كله. طبعا انتوا شايفين هو شكله الجندفلي كله لسه مقفول، بس انا زودت عليه مية سخنة علشان اخد منه شوربة. وهوريكم في الاخر هعمل ميكس حلو قوي ما بين الشوربة بتاعت الجمبري والشوربة بتاعت الجندفلي، هتبقى حلوة جدا جدا. ما تنسوش اهم حاجة تشتركوا في القناة وتعملوا لايك حلو كده للفيديو وكومنت جميل زيكم علشان يوصل لناس اكتر. شايفين بقى الجندفلي بدأ يفتح كده ازاي؟ شكله ما شاء الله يجنن، وريحته بقى تحفة قلب البيت كله. الجندفلي ده بقى مع سلطة الطحينة وهتلاقوا طعمه خطير. سلطة الطحينة عملناها قبل كده في القناة بكذا طريقة، هتلاقوها في الفيديوهات القديمة، بصوا عليها.
واخر حاجة بعد ما طفينا عليه بنزود البقدونس المفروم برضو ونفس عصير نص الليمونة زي ما عملنا في الجمبري بالظبط، ونقلب كله كده مع بعض. وبس كده الجندفلي يكون جاهز معانا. طبعا مفيش اجمل ولا اسهل من كده. اوعوا تشتروه من بره تاني، جربوه في البيت لو كنتوا بتعملوا زيي، جربوه وهتندموا على اي مرة اشتريتوا فيه الجندفلي ده او الجمبري من بره. تعالوا بقى ندخل على رز الصيادية بطريقة الاسكندرانية، وهقولك ازاي يطلع معاكي مظبوط وناجح من اول مرة، وازاي تظبطي لونه. ودي مشكلة على طول بشوف ناس بتشتكي منها، ان هي مش بتعرف تظبط لون الرز ويطلع معاها لون البني الغامق بتاع رز الصيادية. فتعالي هقولك ازاي تظبطي اللون ده وكمان يطلع معاكي مظبوط ومش معجن من اول مره. اول تركايه وهي ان رز الصياديه بيتعمل بزيت، مش بيتحط له ولا سمنه ولا زبده ولا اي حاجه خالص، هو زيت فقط. تاني تركايه وهي البصل. ناس كتير وهي بتعمل البصله بتاعت رز الصياديه تستعجل عليها وتسيبها فاتحه شويه او مغمقتش قوي. شايفين لون البصل في الاخر انا واصله لحد ايه؟ اللون ده هو المظبوط وهو اللي هيطلع معاكي رز صيادية بني زي ما بتشوفيه على طول. لان احنا لما هنحط دلوقتي المية المغلية زي ما انتوا شايفين كده هتلاقوا المية نفسها لونها بقى بني، وهو ده اللي هيخلي الرز ياخد اللون البني اللي انتوا عايزينه. لكن لو استعجلتوا على البصلة وما خليتوهاش تحمر كويس مش هيطلع معاكم مظبوط ولا هتكونوا راضيين عن النتيجة النهائية بتاعت رز الصيادية. فعلشان كده اهم حاجة هي تحمير البصل وان انتوا توصلوا بيها للون بني مظبوط. لكن برضو لازم تخلي بالك وانتي بتحمري البصل ان هي ما توصلش لدرجة ان البصل يتحرق، طبعا ده ساعتها الرز هيبوظ منك لان البصل هيكون اتحرق. فمهم جدا ان انتي يكون عندك سنس كده وانتي بتحمري البصلة، تعرفي ان هي كده خلاص وصلت للون مظبوط من غير ما تتحرق. فعشان كده الموضوع محتاج شوية سنس كده واحنا بنعمل الاكل علشان نظبط كل حاجة. والبهارات اللي انا زودتها على الرز ملح وكمون وكزبرة، مش اكتر من كده. وبنسيبه على النار يتشرب وننقله على نار هادية لحد ما يستوي. هياخد معانا حوالي ربع ساعة ويطلع معاكم باللون الجميل ده. ونيجي بقى للشوربه اللي قلت لكم عليها في الاول. انا اخدت شوربه الجمبري وشوربه الجندفلي وحطيتهم على بعض وعملت ميكس حلو كده بينهم، وبعدين صفيتهم في الاخر وقدمتهم بالشكل ده. طعمها كان حلو جدا جدا، جربوها ومش هتندموا. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.